السلام عليكم. خوتي العزاز، القضيه كبرات وكبرات بزاف، والناس تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء. بالاخص القنوات ديال فاس شفناهم خارجين كيهاجموا في البدويه وكيجبدوا ليها الاسرار ديالها ومعلومات اللي ما خرجتش بهم هي، وكيقولوا بان الخليه ديال صفر شفاها هي اللي عطاتهم هذه المعلومات هذه. من بينها أن البدوية تحكمات ب6 شهور موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قيمتها 20,000 درهم. السؤال المطروح: واش هاد اليوتيوب ما فيه غير نعيمة البدوية وبناتها؟ هذا هو السؤال المطروح. خوتي العزاز، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، والله يعطيكم ويعزل لكم قصر في الجنه ان شاء الله. اعطيونا اللايكات ديالكم، اعطيونا التعاليق ديالكم، دعموا لنا الفيديو باش صوتنا يوصل، وجمعه مباركه. والله العظيم الا هذا الملف ديال النعيمه البدويه مرضنا فيه وتالمنا فيه وتعصبنا فيه وخاطرنا ضرنا فيه، ماشي على قبل البدويه وبناتها، لا، على قبل الحقره اللي كتعرض لها البدويه وبناتها. ماشي هما اللي كاينين في المغرب، ماشي هما اللي كاينين في اليوتيوب. البدويه كان عندها ملف كيف ما كيقولوا. وحنا شوف، كيقولوا بان البدويه كتخبي والبدويه ما كتقولش. حنا عارفين ان البدويه كانت دائما كتقول لك انا عندي شكايات، كنت في المحكمه، كانت عندي جلسه، كان عندي كذا، كان عندي كذا، دائما كانت كتقولها. هي ما كتعطيش، وكتقول لكم كاين شي حوايج اللي ما نقدرش نعطيهم، بحال الاسماء معامن الا كانوا قنوات كتقول، اما الا كانوا متابعين او ناس كما كنقولوا مدنيين عاديين، متابعين او غير متابعين، ما كتقول السميات ديالهم. فهي حنا كلنا كنعرفوا على انها كانت كتقول لك عندي جلسه اليوم، كانت عندي شكايه، كانت عندي هذه، انا درت شكايه، انا طلعت، انا هبطت، يعني كانت كتقول وما كانتش كتحدد. ولكن السؤال المطروح، وكنتمنى من الناس اللي معايا في هذا الفيديو هذا يجاوبونا في التعاليق، من الناس اللي في ذوي الاختصاص، الناس ذوي الاختصاص اللي كيفهموا وعارفين القانون. اما ولينا كنشوفوا من جهه الطرف الاخر كلشي ولا قاضي، كلشي ولا محامي، كلشي ولا كيفهم في القانون، كلشي ولا كيفهم في القضاء. كنتمنى من الناس ديالنا المتابعين الاوفياء ديالنا اللي دائما كنحترموهم وكنفتخروا بهم، علاش؟ الافكار ديالهم، الاخلاق ديالهم، طريقه التعبير ديالهم في التعاليق. كيف ما كيقولوا كل صاحب قناه المرآة ديالو هو المتابعين ديالو. الحمد لله، المرآة ديالنا هما المتابعين ديالنا الاوفياء، اللي دائما التعاليق ديالهم فيها الكلام الطيب وفيها الكلام الهادف، دون الخدش، بالحياء، دون السب، دون التشهير، دون القذف. جاوبونا خوتي العزاز، واش من حق الخليه واش من حقها انها تحط هذا الملف هذا او تعطيه للقنوات؟ لان واحد السيد فاس اللي دائما كيرى اسم الخليه وكان دار جلسات مع طاهر سعدون، خرج هذا الملف هذا. واش من حقهم انهم يعطيو هذه المعلومات ولا ماشي من حقهم؟ شكايات كاينين داولوهم، هضروا عليهم ولكن الشكايات اللي تحكموا واش من حقكم انكم تخرجوهم ولا لا؟ راه كيف ما خرجنا وقلنا بالنسبه للطرف الاخر الحياه الخاصه ديالو ما خاصش تهضر عليها وما كتهمكمش وكذا 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 وكذا، فراه الملف ديال النعيمه البدويه راه خاصكم تحترموها، تحترموا الحياه الخاصه ديالها. كتقولوا تحكمات، اذا في كاين المشكل. هي باللسان ديالكم كتقولوا تحكمات ب6 شهور موقوفه التنفيذ و20,000 درهم كغرامه ماليه. وكتقولوا باللسان ديالكم الحكم الاستئنافي تأيد، في الاستئناف أيدوا الحكم الابتدائي، وكتقولوا غيابيا. إذا هذا هو المشكل اللي كيتطرح حاليا. واش من حقكم تقولوا هذا الشيء؟ حتى إلا كان غيابيا راه كاين التنفيذ، يعني على الجهة المختصة أو الناس اللي تضروا راه كاين المحامون ديالهم كينفذوا وكيبلغوا. فبركه ما بقاو تعطيو معلومات غلطه للمتابعين، بركه ما بقاو تمروا مغالطات. بالنسبه لواحد السيده كتبت لي واحد الكومونتير اللي غتشوفوه دابا، كتقول لي بان البدويه راه تأيد الحكم الاستئنافي ديالها ديال 2 سنين. واش كتبان لك مزيانه؟ انا جاوبتها بكل ادب وبكل احترام، قلت لها ياك تأيدات الحكم ديالها وتحكمات، حنا كنطالبوا بان الطرف الاخر حتى هو يتعاقب. واش من حقنا ولا ماشي من حقنا؟ واش من حقنا اننا نطالبوا بالطرف الاخر حتى هو يتعاقب ولا لا؟ هادشي باش جاوبتها. قالت لي نعل الشيطان. المهم كتبت لي واحد الطريقه بحال كتقول لي البدويه راه مذنبه وراه الحكم تأيد
ديال الاستئناف ديال الحكم الابتدائي تأيد وكذا وكذا، ربما على ربما على الام ديال امينه السيل، ياك ربما هذا تعليق. وانا جاوبتها بكل ادب واحترام، قلت لها ما عندناش مشكل، انت باللسان ديالك كتقول بان السيده تعاقبات وتم تأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف، اذا حنا كنطالبوا بان الطرف الاخر حتى هو يتعاقب. انت باللسان ديالك كتقول ان البدويه تعاقبات، دونك خاص الطرف الاخر حتى هو يتعاقب. حنا ما غندوخوش وغنبقاو دائما نطالبوا بتحقيق القانون على الجميع وبتطبيق القانون على الجميع، ونحن لا ندوخ، نحن لا ندوخ، بغينا كل شيء يكون بحال بحال. واخا الربالة كتقول لك لا ماشي بحال بحال، حنا كنقولوا حنا راه في دولة الحق والقانون وكل شيء عندنا بحال بحال. واخا تحاولوا انكم ديروا المراوغات وتعطيو مغالطات وتبغيو تهربوا ديك السيده من الموضوع، لا، داك الموضوع شادها، داك الموضوع كتهضر على العائله البدويه وكتهضر على البدويه وكتهضر على منعم، يعني اي حاجه بالتوقيت او بالتاريخ، راه ما غاديروش شي حاجه، راكم كتدخلوا على الاسنس وصافي وكتجروها في واحد الطريق اللي خايبه، كتجروها في واحد الطريق اللي خايبه اللي غتندم عليها. حنا كنقولوا نتوما كتقولوا، وفي اخر المطاف غيطبق القانون على الجميع. شفنا ناس مسؤولين كبار وطبق عليهم القانون، شفنا ناس مسؤولين وعندهم مناصب عليا وطبق عليهم القانون. تحيه للقضاء المغربي النزيه، راه كاع اللي كيدير الذنب كياخذ العقاب ديالو. البدويه دارت واحد الذنب راها تعاقبات عليه، بناتها داروا واحد الذنب راهما تعاقبوا عليه. وقبل ما يتعاقبوا، اللي عجبني في البدويه وفي بناتها انهم قبل ما يتم العقاب ديالهم والمتابعه ديالهم كيقول لك حنا غلطنا وكنطلبوا السماحه من المغاربه، وحنا غلطنا وكنطلبوا السماحه من المغاربه وبغينا حقنا حتى حنا. فاحنا ما غاديش نكونوا بخلاء، غادي نوقفوا معاهم باللسان ديالنا، بالافئده ديالنا، بالدعاء ديالنا باش حقهم يتخاد. وحتى هما خاصهم يوقفوا على شغلهم كيف ما كيقولوا، وكيف ما قالت مريم حنا غادي نبقاو ورا حقنا وغنبقاو تابعين حقنا وما غنتخلوش على حقنا. فحنا كنقول لهم حنا معاكم والمتابعين ديالنا معاكم، يكفي الدعاء في القنوات اللي كيساندوا البدويه كتلقاهم كلهم كيدعيو معاها، كلهم كيقول لك الله ياخذ الحق، كلهم كيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، كلهم وكله كيفاش كيدعي على حسب الطريقه ديالو. فما غاديش نكونوا حنايا حتى لدابا وغادي نفشلوا، لا، حنا عندنا الثقه التامه وكنعاودوا نناشدوا الخليه انها تراجع الاوراق ديالها، كنناشدوا الخليه ديال صفر تفاهه انها تراجع الاوراق ديالها، او بمعنى اصح تشوف الناس اللي كتواصل معاهم في المنصات، او باش ما نكونوش قاسيين شويه، ما نقولوش التواصل، نقولوا الناس اللي كيطلعوا معاهم في المنصات شوفوا اللايفات الاخيره ديالهم كيفاش كيسبوا، كيفاش كيقذفوا، كيفاش كيشهروا بالعائلات، وديروا واحد الواجب اللي كنا كننتظروا حنا كنا كمغاربه، وتما غادي تبينوا المصداقيه ديالكم. حنا ما كنشكوش فيكم، ولكن بغينا نشوفوا كل شيء، لانكم اول مره خرجتوا قلتوا وما يدور في فلك البدويه ما يدور في فلكها، وحنا كنشوفوا الفلك ديالها عبناتها، ما كنشوفوش شي حاجه اخرى. كنتمنى انها تكون عامه، تكون عامه، اي واحد دار الذنب تكون عنده متابعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.